النهارده هنعمل مع بعض صينيه سمك بوري بالزيت والليمون. حاجه كده بتشفي جماعه معانا وحلوه جدا ومفيده للدايت. اول حاجه معايا 3 سمكات بوري، غسلتهم كويس جدا ونضفتهم وقطعتهم شرايح، ومعايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ومعايا جزر مبشور، ومعايا كمان معلقتين توم مهروسين، وربع كوبايه ليمون، وملح وكمون وبهار. نزلت بالثوم على السلطه اللي انا مقطعاها دي، ونزلت بالبهار والملح والكمون والفلفل، ونزلت بعصير الليمون، ونزلت كمان معلقتين زيت. هقلب كويس جدا السلطه مع بعضيها كده لغايه ما تتجانس مع بعض. بعد كده هينزل ببصلتين مقطعاهم جوليان، وهنزل عليهم كمان معلقه من هريسه الشطه، هتخلي السمك سبايسي معانا وجميل. الصينيه دي حلوه جدا ومفيده كمان اللي بيعملوا دايت، وحلوه جدا للقلب. السمك البوري اللي بزيت والليمون ده جميله كده زي ما انتم شايفينها. قلبت السلطه كويس جدا. هبدا اجيب معلقه زيت وافرشها في الصينيه كده، ادهنها في الصينيه، وبعدين هننزل عليها بنص كميه السلطه اللي احنا عملناها دي، والنص التاني هحشي بيه السمك. هحشيه من جوه كده زي ما انتم شايفين، واخد الصوص من بره وادهن بيه السمكيه عشان يتشرب كل السمكيه كويس جدا معايا. عملت اول سمكيه، هنزل بالتانية كده زي ما انتم شايفين، هبدا احشيها برضو. بعد كده هولع الفرن على درجه حراره 250 يكون سخن جدا، وهدخل الصينيه في الفرن لغايه تقعد نص ساعه لغايه ما تستوي. بعد كده نحطها تحت الشوايه تاخد لون زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تخرج نحط فيها شرايح الليمون، نبدا نقدمها مع رز طبعا صياديه، وبقت احلى صينيه سمك بوري بالزيت والليمون، وبألف هنا.